السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباباتي وخياتي، إن شاء الله دائما مهنيات ومعافيات وسعيدات. كما راكم تشوفوا هنايا راه عندنا اليوم الدولمة تاع السلق. راه الوقت تاعو الشتا، هذا هو وقته. كاين بزاف دراري ما يحبوش ياكلوا السلق، نكلخوا لهم بهذا الطبق. باش نوجدوا الدولمة تاعنا تاع السلق لازم لنا صدر تاع دجاج على حسب الأفراد تاع العائلة، وبصلة، ونرحيوهم في الاشواخ كيما هكا حتى تولي عندنا جون بوماد هكا كيما راكم تشوفوا فيه جون بوماد. فبعد ما رحيناه نزيدوا شويه تاع لا شابلور، خبز مرحي يكون مرحي مليح، يعني رقيق بزاف بزاف بزاف. وانا كان عندي السلق مجمد، زدت من الفوق السلق جبدته من المجمد، ما كنتش محضراته. كثرت شويه السلقه باش تبان دولمة تاع السلق، ماشي السلق بالاخر بالبولي اشي كما راكم تشوفوا. راني ندير في السلق، من بعد نزيد لها واحد التوابل واحد اخرين. لازم دائما نتحايلوا على الاولاد تاعنا باش ياكلوا لنا الخضر والامور المفيده. شويه تاع زيت باه تجينا لاباط هذيك طريه، لي بولات هذوك طريين. ونزيدو ثاني الروز. هنا الروز راه مغلي، اسما نقدروا نقولوا باللي طايب، باسكو انا رايحين هذوك لي بولات انا رايحين نقليوهم. نسكرفجوا لهم 2 سنينات نتاع ثوم باش تعطي لهم النكهه تاع الثوم. دائما الثوم هو اللي يبنن، تقريبا هو اللي يبنن الماكله، مع شويه تاع توابل. دوك نديرو التوابل. بالنسبه لي التوابل واش عندنا شويه عكري، غير شويه، غير باش يعطينا لون شغل غوز هكا للاخر. ان تو لي كا كي نقليوهم ما يبانش لا كولور. شويه تاع فلفل الكحل وشويه ملح. الملح حسب الرغبه طبعا، بالك تكثروا، خاطر دائما شوفوا وين يكون كاين السلق ما تكثروش الملح، خاطر اصلا السلق مالح في حد ذاته. شو السلق والبيض والشلاضه تاع الخس مالحين، ما نكثروش الملح. نعجنوها هذه لاباط، نعجنوها مليح مليح حتى تولي شغل عجينه في يدينا هكاك، باش هذاك السلق ما يبانش، تبقى غير الفايده تاعو. كي نقلو ولادنا ما يشوفوش السلق لداخل. نشكلو على شكل كويرات ديبولات ونرمدوهم في الفارينه، ومن بعد نقليوهم. الاطفال تاع هذا الوقت يتشرطوا بزاف في الماكله، وما يتشرطوا ما ياكلوش الخضره، ما ياكلوش السلق، ما ديري لهمش المعدنوس، ما يحبوش البصل، ما ياكلوش الزروديه طايبه، ما ياكلوش القليشه، ما ياكلوش اللفت. اذا ما نصيبوش نديرو باش نعطيو لهم كامل هذو، لازم نتحايلوا عليهم كيما هكا باش ياكلوا لنا السلق، نتحايلوا عليهم. يحبوا الفيونداشي، البولي اشي. نقليو هذوك لي بولات في الزبده، تجي عندهم واحد النكهه هايله. نقليوهم دوغي، ومن بعد نديروا لهم لاصوص تاعهم. النار ما لازمش تكون قويه، خاطر لو كان تكون قويه يتشوطوا لنا غير من برا، ومن الداخل يبقاو هكاك خضوره. دونك على نار متوسطه نتبعوهم مليح. نقلوهم بيان دوغي على هذا الشكل كما راكم تشوفوا فيهم هكا.
نروحو لاصوص نحضرو، نديرو شويه بصل، سنينه ولا زوج تاع ثوم، وريقات رند، شويه تاع عكري، شويه قرصه كمون، وشويه فلفل كحل، ونخليوهم يتحرجوا ويتقلاو على نار هاديه. الصورة تغني عن الكلام. شوية قزبر مرحي نسيتو هذا، اذا شويه كيما درنا الاخرين، نفس التوابل اللي درناهم في لي بولات هذوك نزيدو نديروهم في الاخر، نزيدو لهم قرصه كمون وقرصه قزبر، ونزيدو مغرفه صغيره تاع طماطم مصبره على حسب الكميه اللي رايحين نديروها. هذوك يتقلاو مليح، تولي عندهم واحد الكو هايل. نزيدو الزيتون طبعا، نخلطو مليح هذوك ونمرقوهم. نمرقوه بالماء سخون، نخلوها تغلي غليه. هذاك الزيتون راني ديجا غليته من قبل، غليته 2 فوا، نعطوها واحد الغليه هكاك، من بعد نحطو في هذيك لاصوص، نحطو فيها لي بولات تاوعنا، رشه ملح بطبيعه الحال، متكثروش، متنساوش بلي الزيتون مالح، بلي لي بولات راهم فيهم ديجا الملح، ونخلوها تغلي. فوالا هنا غلات لنا، دونك هذاك هو الوقت باش نحطو لي بولات تاوعنا في هذيك المرقه، تغلي لنا غليه ونطفيوها. علاه غليه؟ باش هذوك لي بولات يتشربوا لاصوص هذيك تاعنا. واش نقول لكم، واحد الطبق يعني ماذا بيا تجربوه، قمه في اللذاذه. ولادنا يحسبوه واسمو مثوم، يقول لك مثوم بالزيتون، وياكلوه ما يفيقوش للسلق. السلق هذاك يكون متعجن لداخل في هذيك لاباط. فوالا، وها وين الطبق واجد، وشهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتمنى كالعاده ديروا لي جيم، الله يحفظكم، واللي ماهوش مابوني يابوني، والسلام عليكم.